اوفر كوساين اكس، واحنا عارفين ان ساين اكس بتساوي كوساين 90 ماينس اكس، وتحت كوساين بتساوي ساين ايه رأيك في سيشنز مستر ايمن؟ كويسة كتير على العدد كويس والشرح كويس، يعني الموضوع بيبقى كويس والمستر بيشرح بطريقة معينة والنسق بتاعه بيبقى كويس، والطرق اللي بيستخدمها بتساعد الطلبة إن هو يفهم أكتر، هي بتبقى حلوة يعني بتبقى سهلة للطالب عشان يستوعب. ايه رأيك في تقسيمة الجروبس اللي المستر عاملها، ان جروب A و B و C، شايف ان هي بتفرق عن اي مدرس تاني؟ بتساعد الطلاب ان هم كل مرحله على حسب سنه وعلى حسب الريت اللي طلعه وعلى حسب الماركس اللي هو عايز يجيبها، مثلا في الدرجات 700 مثلا بيدخل شيء كده، يعني حاجات بتساعد الطلب ان هو يجيب سكورز اعلى في كل جروب بيدخل. لو قالوا لك تدخل اونلاين مع مستر ايمن توافق؟ اونلاين بيشمل حاجات مثلا عشان الواحد في السعوديه، الناس اللي هو المغتربين اللي بره بيبقى عندهم اسهل ان هو يحضر اونلاين مع مستر ايمن عشان يفهم اكتر. شكرا. ايه رأيك في سيشنز مستر ايمن؟ انا بستفاد جدا وحاسه ببروجرس كبير جدا من ساعه ما بدات مع مستر ايمن لغايه دلوقتي. في الاول ما كنتش عارفه احل ولا حاجه، دلوقتي بقى عندي 3 غلطات من 20 بس، فحاسه ان بتطور. ايه رأيك في فكرة انه مقسم الجروبس A و B و C كليفلز؟ هو انا بصراحه شايفه ان دي حاجه كويسه جدا، لان انت بتاخد التوبكس الاول وبعدين تقعد تحل اسئله عليها، فدي حاجه كويسه جدا. انت بتطور وبتتعود على الاسئله، وبعدين لما تدخل في بي تقعد تحل امتحانات وبتشوف انت